والله ان انتم حملتوا عبد الخالق الثقيل، واللي حضر العرس اكثرتم انه حملتوا الرجال الثقيل. ليش؟ هذا اول شيء. الرجال في بلاد نظام وقانون، والله لو ما ستر الله والامور عاد كانت تحت السيطره شويه انه كان بيصير في داهيه هو العرس حقه، لانه في بلاد نظام وقانون. ولكن يحفظ الله المملكه العربيه السعوديه ويحفظ الله من قام بالواجب. الرجال فعل دعوه خاصه لانه ما يقدرش، لانه في بلاد نظام وقانون، ولا وده يحطكم داخل عيونه. فعل العزومه حقه والذبائح وجهز الامور والدنيا على اشخاص معينين بيجي يحضرون حفل الزواج، ولكن تفاجأ انه جاء وكب عالمي، جاء آلاف ومئات الناس في عرسه، فقال لكم مرحبا وارحبوا تراحيب المطر ورحب واهلا وسهلا بكم قد اسمكم وصلتوا، وبيتحمل كامل المسؤوليه قد اسمكم وصلتوا للعرس. حياكم الله وارحبوا تراحيب المطر، هو مقدر لكم. ولكن انك تصور فيديو وتقول انا جاوع ما فعل ليش ما سويش، انت مطلب ابن مطلب، ما عندك شرف ولا نخوه، انت انسان تافه حقير، تطلع تشوه بسمعة الرجال. انت انسان تافه وما انت رجال. رفعوا يا اخي، استحوا على انفسكم وشرفكم. الرجال في بلد نظام وقانون، والرجال فعل كل الذي يقدر عليه، ورب الكعبة انه مجمل. مفروض انه بعد خلاص انتهى العرس، الف مبروك وعفى الله عما سلف، الحمد لله الرجال انه تخارج بدون مشاكل من عرسه بعد هذاك الحشد الكبير، بعد وهو في دوله نظام وقانون، الحمد لله. مش تطلعوا تشرشحوا به في التواصل الاجتماعي، ما اكلناش ما شربناش ما فعل. والله انه فعل الوفاء. 153 ذبيحه ذبحها، فعل يا اخي فعل الوفاء. ما كانش متوقع انه بيجي هذا الجمهور كله، ولا كان بيفعل 100 البسمه الذبائح والالاف علشانكم يا احتياء، مع احترامي لكم الرجال اصيل ورجال كف ومحترم.